ازيك يا حبايبي مرفان، عاملين ايه؟ ازيكم احسن ناس في الدنيا. النهارده فيديو جديد. الساعه بالظبط حالا يكون الاكل محدود الساعه 2 بالليل. ليه يا مرفان 2 بالليل كالعاده؟ بس اهم حاجه قبل ما اتكلم تصلوا على النبي يا جماعه عليه الصلاه والسلام. لايكاتكم بقى واشتراكاتكم عشان القناه تكبر بيكم يا جماعه. كل بالبلد مع مرفان، كل جديد في جديد مع مرفان. والنهارده بقى يا جماعه حال ولادي لما يجوا من الجيم معاناه كل يوم بتاعه المرفان. هشرح لكم الاكل اللي مرفان. انا طبعا هتقولوا لي طب انت ليه ما صورتيش المره دي في المطبخ؟ لا كان الجو نار يا جماعه، انتوا عارفين الجو حر جدا. الفيديو ده انا عاملاه يوم الاربعاء بالليل فهنشوف بقى هينزل امتى. انا ما اعرفش هينزل امتى. فالنهارده الاربعاء ماشي، لا يعتبر بقى نهار الخميس بقى، يعني الساعه دلوقتي 2 بالليل. فانا مش عارفه هينزل يوم الجمعه ولا لا. بس النهارده بقى بصوا يا جماعه، دي بقيه البطاطس اللي انا كنت عاملاها معاكم. فقالوا لي سخناها يا ماما، حطيتها في الفرن كده ايه تاخد ايه تسخين. كنت علقت على لحمه برضك، قالوا لي لا ما تحطهاش في اللوبيا، حطيتها لوحدها. طبقين رز ده جديد. وطبعا قالوا لي سلطه، قلت لهم بقول لكم ايه تقطيع طماطم وخيار. واللوبيا دي عاملاها برضك لسه حالا. وتوتش كان عندي في الثلاجه والله العظيم. وانا بصوا شوفوا وشي عامل ازاي. طبعا الاكل لا المره دي بقى اللوبيا انا عاملاها كتير عشان تفيد لي تاني يوم. وابني ما كلفتوش، كل مره هو اللي بتجيب الاكل ويقول لي انا عاوز اكل ده النهارده. يعني ما كلفتوش الاكل ده، البطاطس دي هو اللي جايبها، قال لي مش انا اللي جايبها فسخنها لي. فده فيديونا يا جماعه ومعاناه الست المصريه اللي ولادها بيروحوا الجيم. ده حال اللي عندها عيال بيروحوا الجيم، وبيروحوا دايما من الساعه 10 بقى لايه لحد 12 بالليل كده. فعلى بال ما خلصوا اتصلوا بيا قالوا لي يا ماما عاملين لنا بقى اكل بس احنا جايين. على السريع كده ضربت الطماطم وعملت اللوبيا والرز. يا جماعه والنبي اللي عنده عيال زيي يكتبوا لي في الكومنتات، يعني ربنا يخلي لي ولادي. هو ده حال الست اللي عندها صبيان. لكن روفان دي كيوته، هي كده طبيعي. روفان اصلا ما بتاكلش يعني الاكل ده كله. لا روفان وانا مش هاكل برضه لان الساعه 2 كده انا هبوظ النظام الغذائي اللي انا عاملاه وكده. فده الاكل بتاع ام روفان. واكتبوا لي في الكومنتات في حد زي كده عيني زيي مع عياله هم بقى يروحوا الجيم ويقرفوني انا. فوالله الواحد ولا مرتاح في مدارس ولا مرتاح في اجازه. فالحمد لله على كل شيء، وعملت لهم الاكل بألف هنا وشفا على قلبهم ولاد ام روفان. طبعا روفان مش قاعده لانها ما بتحبش ريحه اللوبيا، مع ان انا قلت لها كل حاجه من نعم ربنا كلها الحمد لله. فالحمد لله على كل شيء. فده اكلنا النهارده حل ام روفان بعد الجيم. مش جيم انا اكل عادي والله. حال ولادها لما يروحوا الجيم ويجوا كل يوم. فالحمد لله ادعوا لي في الكومنتات ربنا يقويكي ويعينك على ما بلاكي. لايكاتكم بقى واشتراكاتكم عشان القناه تكبر بيكم يا جماعه. كل بالبلد مع مرفان، كل جديد في جديد مع مرفان، لانه ما ورا الكاميرا ماما اخلصي بدل ما نقفل. باي باي. لانه جعانين جدا. يلا اقفلي يا روبي. خلاص انا جبت اخري.